بطل خارق عنده قوة رهيبة جدا، ومشكلته الوحيدة ان المجتمع مش متقبل وجوده، ده حتى الانسانة الوحيدة اللي حبها ما قدرش يقرب منها عشان مش يأذيها بالقوة اللي عنده. بيبدأ فيلمنا بعصابة خطيرة جدا بتهرب من البوليس، والموضوع ما يطمنش خالص يا عزيزي، لان المدينة كل يوم بيحصل فيها مشاكل ومحتاجين حد خارق ينقذ الناس اللي فيها. الحد ده يبقى هانكوك مرمي على الطريق وبيقوم مفزوع من نومه ومش عارف ايه اللي بيحصل حواليه، والطفل الصغير بيقول له انه لازم يستخدم القدرات الخارقة بتاعته بسرعة ويقبض على الحرامية قبل ما يهربوا من المدينة. علشان مفيش وقت، هانكوك بدأ انه يطير في السماء بسرعة رهيبة جدا، لكنه دمر شوارع المدينة بسبب القوة اللي عنده. ومش كده بس، ده كمان قدر يفتح عربية المجرمين وينزل فيها. الغريب انه كان مطمن قوي ومش خايف منهم خالص، وكمان بيطلب انهم يسلموا نفسهم للبوليس في اسرع وقت. ساعتها الحرامية طبعا بيرفضوا كلامه وبيضربوا عليه نار وفاكرين ان ممكن يعني يموت، لكنهم بيتصدموا لما بيلاقوا لسه عايش وكل الطلقات كانت بترجع ليهم. هانكوك ساعتها قرر انه يقلب عليهم، عشان كده كان كل همه انه يطلع رجله من تحت ويخليها تعمل فرامل ويوقف العربية. ولما حس ان ممكن يهربوا منه بيطير بالعربية لمكان عالي جدا وبيدمرها خالص وبيسيبها متعلقة على البرج بالمجرمين اللي فيها. لكن لما بينزل بقى الاخبار بتكون مقلوبة عليه، لان الحكومة في المدينة ما كانتش متقبلة الخسائر اللي حصلت في الشوارع، وبدل ما يشكروا هانكوك على المجهود العظيم بتاعه اتهموه انه سبب الدمار اللي حصل. علشان كده هانكوك حاول ينسى كل اللي حصل معاه، وكان موجود في حانة عشان يشرب ويرتاح شوية من صداع الاخبار اللي نازلة عليه. وهناك بتتعرف عليه بنته وبتكون معجبة بيه جدا من الاخبار اللي سمعتها عنه في التلفزيون، وبعد وقت مش كبير بتتعرف عليه اكتر وبياخدها مع البيت عشان يخليها تشوف الحاجات الغريبة اللي عنده. وهي كانت غلطة عمرها لما سمعت كلامه، لان يا عزيزي البنت لما بتوصل للبيت بتاعه فجأة المكان بيهتز من كل حتة وكأن في قوة خارقة مش طبيعية هتحصل. عشان كده البنت بتخاف على نفسها وبتمثل انها رايحة الحمام، والحقيقة انها بتهرب من المكان بسرعة قبل ما يعمل فيها اي حاجة. والناحية التانية بقى بنشوف مدير شركة كبيرة وبيكون اسمه ري عامل اجتماع مهم قوي وجمع فيه اكبر رجال الاعمال في المدينة علشان يعرض عليهم فكرة احتمال كبير تسبب لهم خسائر دلوقتي، لكنهم يا عزيزي بعد كده هيحققوا منها مكاسب رهيبة، وهي انهم يستغلوا حالة الفوضى اللي بتحصل في المدينة ويطمنوا الناس ويصنعوا منتجات مجانية يقدروا انهم يبيعوها بعد كده بسعر عالي جدا، لكن يبقى موجود عليها شعار الشركة بتاعتهم دعاية ليهم يعني. طبعا رجال الأعمال بيرفضوا الفكرة، وري بيطلع من الشركة وهو مصدوم منهم، وبتحصل له حاجة أغرب بكتير، والعربية بتاعته بتعطل وهو مراح على سكة القطر وما بيكونش عارف يعمل ايه، وكلها ثواني ويموت. حاول انه يشغل العربية لكن مفيش فايدة، وعلى آخر لحظة بيظهر هانكوك وبينقذه وبيسحب عربيته لبعيد وهو بيرميها في عربية تانية وبيخبط في القطر وبيدمره 500 حتة. الغريب في الموضوع يا جماعة إن هانكوك سليم وما حصلوش أي حاجة، لكن للأسف كل الناس اللي في الشارع مصدومين إن وسيلة المواصلات بتاعتهم اتدمرت، وكمان يعني كان ممكن يموتوا في أي وقت بسبب الجنان اللي حصل من هانكوك، اللي بيكون زعلان هو لأنه على الأقل كان مستني أي شكر أو تقدير منهم، وهو ده ما حصلش خالص يا عزيزي. والوحيد اللي بيدافع عنه هو ري اللي أنقذ حياته من شوية، فبيطلب من الناس إنها تهدى وتسامح هانكوك لأنه أكيد يعني ما كانش يقصد إنه يدمر المدينة. وري بيعرض على هانكوك إنه ياخده معاه زيارة للبيت بتاعه عشان يرتاح شوية من التعب اللي حصل له، وفعلا هانكوك بيطير معاه بالعربيه للبيت وبيوصلوا هناك بسرعه رهيبه جدا. خليني اقول لك يا عزيزي ان عائله ري كانوا مختلفين شويه. عندك مثلا ابنه الصغير بيكون مبهور قوي من القدرات العجيبه اللي عند هانكوك ومعتبره بطل خارق سمع عنه كتير في الاخبار قبل كده. اما مرات ريفا بتكون متضايقه قوي ومش حابه وجود هانكوك في البيت لانه السبب كبير في الدمار اللي بيحصل في المدينه كل يوم، ده غير سمعته اللي مش كويسه وانه بيسهر في النوادي والحفلات معظم الوقت وبيكون سكران. المهم انهم بيقعدوا على ترابيزه واحده كلهم عشان ياكلوا. ساعتها الامور بتتوتر اكتر يا عزيزي، لان الولد الصغير بيحكي لهم انه عنده مشكله في المدرسه بتاعته ومحتاج منهم حل ضروري لان في طالب من زمايله بيتنمر عليه وهو خلاص ما بقاش قادر يستحمل اكتر من كده. ساعتها هانكوك بينصح انه لازم ياخد حقه من الطالب ده ويضربه لان مفيش حد هيساعده. الأم بتكون متضايقة وبتتهم هانكوك إن بيشجع ابنها على الفساد وعايز يكون فاشل زيه، وبتكون شايفة إن مفيش داعي خالص يستعملوا العنف مع الطالب المتنمر ده لأنهم عارفين من إدارة المدرسة إن أبوه وأمه منفصلين وده مأثر بشكل كبير على شخصيته ولازم يحاولوا إنهم يستحملوه. بتخلص الزيارة وهانكوك بيشكر ري على الأكل والزيارة اللي ما كانتش أحسن حاجة يعني، لكن ري بيقطعه وبيعرض عليه فكرة تانية خالص جايبه مخصوص علشانه، وهي انه ممكن يتبنى فكرة تطوير القدرات الخارقة في جسمه ويخليه يقدر انه يستفاد منها، لكن اهم حاجة لازم في الاول يكسب تعاطف الناس اللي في المدينة وهو يمثل قدامهم انه عايز مصلحتهم
حياتهم وهو مستعد انه يحميهم. بيبدأ هانكوك، وفعلا تاني يوم هانكوك بعد ما بيفكر في الكلام بيرجع للمنزل عشان يسمع الخطة اللي ريم جهزها. وقبل ما يدخل المنزل بيلاقي ولد صغير بيتنمر عليه وبيقولوا ان شكله وحش والناس بتكرهه. فهانكوك بيعرف ان ده الولد المتنمر اللي كانوا بيتكلموا عليه امبارح، لكن ما بيقدرش يستحمل كلامه اكتر من كده وبيشيله وبيرميه المكان عالي قوي في السما. فقبل ما يقع على الارض ويموت بيلحقه وبينقذ حياته وهو بيخليه يعيط وبيسيبه وبيمشي. وبيدخل لبيت ريو، وهناك يا عزيزي قبل كل حاجة بيعرض عليه فيديوهات قديمة حصلت منه، وبيعرفوا ان معظم سكان المدينة بيكرهوه ومش حابين وجوده معاهم. وده باين قهوة من اللي كان بيعملوه في الفيديو، زي انه كان مثلا في مرة من المرات بيضرب الاطفال الصغيرين كلهم عشان ياخد الايس كريم من المحل ومش مستعد يقف في طابور. ده غير انه في مرة من المرات لقى مخلوق بحري طالع على الشاطئ وهو بيأذي الناس، فعلى طول هانكوك بيرميه المكان بعيد خالص في المية وبيقع على مركب وبيدمر الناس اللي كانوا فيها من غير اي رحمة. وهانكوك لما الفيديو بيخلص بيعتذر وبيقول انه اكيد ما كانش في حالته الطبيعية لما حصل منه الحاجات دي، وإنه معظم الوقت بيشرب كحول وممكن يبقى هو ده اللي مأثر عليه. وبيكون ري عايز يعمل لهانكوك شخصية خارقة وهي الناس كلها تتقبل وجوده في المجتمع، وبيعرض عليه أنواع من الملابس للشخصية بتاعته. لكن هانكوك بيرفض وبيقول انها مش مناسبه للرجاله خالص. وبتدخل مرات ريو وبتحرق اعصاب هانكوك اكتر لما بتفتح التلفزيون وبتوري الناس بيتكلموا عليه ازاي في الصحافه، وانهم مش معتبرينه بطل ولا اي حاجه زي ما هو فاكر، وكمان عايزينه يسلم نفسه ويتحكم على كل الدمار اللي حصل في المدينه. وبيكون ري شايف ان افضل حل فعلا ان هانكوك يحضر معاه مؤتمر صحفي وهو مش هيسيبه وهيحاول يساعده على قد ما يقدر. فهناك بيعتذر هانكوك للناس على كل اللي حصل منه، وبيقول انه مستعد يتحبس طالما الناس مش مقدره كل التضحيات العظيمه اللي عملها وهم مش فاكرين بس غير الخراب اللي حصل. بيروح هانكوك السجن وما يعرفش انه داخل على مرحله تانية خالص احتمال تكون صعبه عليه، وكل المساجين اللي كانوا هناك متضايقين منه لان هانكوك يا عزيزي هو الحاجة اقوى منهم بكتير وهم مش عايزين مكانتهم في السجن تتأثر. وتاني حاجة ان هو السبب في حبسهم اصلا لما ساعد الحكومة في انها تقبض عليهم. بعدها 2 من المساجين بيتجرأوا شويتين 3 وبيدخلوا خناقة مع هانكوك فاكرين ان الموضوع هيعدي بالساهل، لكن هانكوك بينزل طحن فيهم وبيدمرهم من غير اي رحمة وبيخلي كل المساجين خايفين منه ويعملوا له 1000 حساب. وبعد لحظات بسيطة في اول زيارة مع ري بيصدموا وبيعرفوا ان للاسف الحكومة قررت تحبسه لمدة 6 سنين، وانه بيحاول مع المحامين بتوعه يخففوا المده شويه لكنهم مش عارفين. وساعتها هانكوك بيتضايق جدا لانه حس انه دبس نفسه وغلط لما وافق على فكره العقاب دي، وبيكسر الباب بتاع الاوضه وبيقول لري انه مش مضطر يثق في كلامه تاني وانه يقدر يهرب من هنا بالقدرات الخارقه اللي في جسمه. لكن ري بيتفهم الموضوع وبيطلب منه يهدى شويه وبيحاول يشرح الموضوع من زاويه تانيه، وبيعرفوا انه لازم يفضل في السجن ويقضي مده العقوبه ويستحمل عشان الناس تتقبله في المجتمع ويكونوا حابين وجوده. بتعدي الايام على هانكوك وهو محبوس يا هيني وبينضم لمجموعه من المساجين التانيين بيتعالجوا من الممنوعات اللي كانوا بيشربوها. وحرفيا بتكون فتره ممله قوي بالنسبه لهانكوك لانه مش عارف الصح ايه ومعتقد ان من حقه يعيش والناس تتقبل القوى الغريبه اللي عنده. ومن وقت للتاني ريك كان بيزوره وبيعمل معاه جلسات نفسيه عشان يغير عقليته ويكون بطل محبوب للناس بعد ما يطلع من هنا لو اتكتب له عمر جديد. وفعلا بيتشجع هانكوك وبيحاول انه يلعب رياضه ويقضي فتره السجن على خير. وفي مره من المرات عزيز بتجيله زياره من مرات ري وابنها وبتحاول انها تعتذر له عن كل الحاجات الوحشه اللي حصلت منها الفتره اللي فاتت لانها ما كانتش متقبلاه خالص. لكن بعد ما هانكوك قرر انه يتعاقب في السجن ويكفر عن غلطاته حست انها ظلمته وانه طلع فعلا انسان كويس وعايز ياخد فرصه من المجتمع. فعلا حقيقي القدر بيلعب لعبته، وفي يوم من الايام بينطلب من هانكوك انه يساعد الشرطه في عمليه هجوم بتحصل على مكان في المدينه. وفعلا بيطلقوا سراحه وبيجهز لبس الشخصيات الخارقه اللي كان مجهزه له ري وبيطير بسرعه رهيبه جدا للمكان. ولما بيلاقي واحده ست شرطيه مصابه وواقعه على الارض بيشيلها وبيقدر انه ينقذها من ضرب النار والانفجارات اللي كانت بتحصل في كل حته حواليها. علشان ما فيش وقت هانكوك بينطلب منه انه لازم يتحرك بسرعه يا جماعه ويحاول ينقذ الرهاين قبل ما المجرمين يخلصوا عليهم. فعلا بيبدا يتسحب عشان يدمر المجرمين واحد ورا التاني لحد ما بيتصدم وبيعرف ان واحد منهم معاه جهاز تحكم في المتفجرات. ومش كده وبس، ده كمان زرع متفجرات في كل ملابس الرهائن الموجودين معاه ولو حصل له اي حاجه يفجر المكان باللي فيه من غير اي رحمه. ساعتها هانكوك فكر بطريقه مختلفه واستنى اول فرصه وقطع ايد المجرم بالجهاز اللي فيها عشان يضمن ان مفيش اي خسائر تحصل. وساعتها بيسلم الايد بالجهاز اللي فيها للشرطه وبينقذ حياه الرهاين. سكان المدينه يا جماعه كانوا مبهورين بيه جدا وفضلوا يسقفوا لاول مره في التاريخ حس انه خايف عليهم وعايز يساعدهم بجد وانه لازم يطلع من السجن وياخد فرصه تانية. ري بيكون فرحان جدا وهو بيتابع الاخبار لان فكرته نجحت وفعلا المجتمع بقى حابب هانكوك ومتعاطف معاه
وبالليل بقى ري ومراته وهانكوك بيبقوا سهرانين وبيستمتعوا بالأخبار السعيدة اللي حصلت، وبيدخل عليهم ناس كتير جايين مخصوص عشان يتصوروا مع البطل الخارق ويشكروه على المجهود اللي عمله. هانكوك بيكشف الحياة كلها لري ومراته وبيقول إن السبب قوته هو إنه تعرض لحادثة من سنين كتيرة، لكن لما راح المستشفى كل الجروح اللي كانت في جسمه اختفت فجأة، وكان في حاجة غريبة هو مش فاهمها، والأغرب من كده إن مرحلة النمو عنده متوقفة بقالها سنين كتير. ويمكن يا جماعة يبقى هو ده السبب، القوة الرهيبة اللي عنده أعتقد يعني. مرات ري بتتأثر جدا من كلام هانكوك وبتعرف إنها كانت ظلماه وواخدة عنه انطباع تاني خالص، وبعدها بيرجعوا البيت وبنلاحظ إن هانكوك بدأ يقرب أكتر من مرات صاحبه، ولما بتحاول تمنعه بالطيارة لمكان بعيد وكان هي كمان عندها قدرات رهيبة زي هانكوك بالظبط. تاني يوم مرات ري ما بترضاش تقول لجوزها عن اللي حصل امبارح، وإن هانكوك صاحبه كان عايز يخونه وهي رفضت. الغريب إن بعد ما هانكوك بيمشي بتروح جري وراه عشان تتكلم معاه وتعرفه سبب القدرات الغريبة اللي عندها، واللي محدش لغاية دلوقتي يعرف تفسيرها إيه غيره هو بس. وفي السجن بيقعد مجموعة من الناس بيكرهوا عمنا هانكوك وعاملين مشاكل معاه، واللي بالمناسبة يا جماعة منهم الشخص الأخير اللي هانكوك قطع إيديهم حادثة المتفجرات. المساجين بيتفقوا على خطة ينتقموا بيها من هانكوك بعد ما يطلعوا من هنا، أما هانكوك ساعتها بقى بيكون بيتكلم مع مرات صاحبه وبيحاول يعرف منها السبب القوى الغريبة اللي عندهم، وهل هما من سلالة تانية غير البشر وجايين الكوكب ده بالغلط. في الحقيقة إن هانكوك بيحس إن مرات صاحبه مخبية عليه حاجة ومش عايزة تتكلم، فبيهددها إنه لازم يعرف سبب القوى الغريبة اللي عندهم هما الاتنين، والا هيعترف لجوزها بالحقيقه ويكشفها قدامه. ولما كان رايح لري عشان يعمل كده بتروح وراه بسرعه عشان تمنعه، وساعتها بتظهر قوه رهيبه جدا بتغير المدينه كلها. تخيل يا عزيزي ان الطرق كانت بتتدمر والسما كانت بتحصل فيها عاصفه شديده قوي، وكان في قوه طبيعيه احنا مش فاهمينها، وري بيكون عامل اجتماع مع ناس جايين ياخدوا حقوق الرعايه من الشركه ويستفيدوا من القوه الخارقه اللي عند هانكوك في المشاريع بتاعتهم. والاختلاف الوحيد اللي حصل ما بينهم يا جماعه ان ري كان خايف ان القوه دي تستخدم في الشر مش الخير زي ما هو كان عايز. وقبل ما يخلص كلامه العاصفه الشديده بتحاصر الشركه وبتدمر المكان باللي فيه، وري بيتصدم لانه شاف من بعيد مراته وهي في مواجهه مع هانكوك، وكان في بينهم علاقه غريبه جدا. علشان كده اول ما بيرجع البيت بيطلب منهم يعرفوه الحقيقه، فمراته لاول مره بتعترف بسر خطير وبتقول ان هانكوك يبقى جوزها وانهم جايين من عالم تاني ونزلوا كوكب الارض بالغلط، وما بتقدرش تستحمل نظرات ري وبتسيب المكان وبتمشي بسرعه قبل ما تحصل حاجه تانية. وهانكوك ما بيقدرش هو كمان يستحمل منظره قدام صاحبه لانه حاسس نفسه خاين، عشان كده هو كمان بيحاول انه يروح السوبر ماركت ويشترك حل عشان يشرب ويرجع للحلقة القديمة بتاعته مرة تانية بما انه يعني كان مرتاح فيها. لكن الكارثة ان هناك صاحب المكان بيعمل استغاثة وبيفهم هانكوك ان في مجرمين في المكان، هو بيبدأ انه يتعامل معاهم لحد ما واحد منهم ضرب عليه طلقة رصاص. لكن للأسف يا عزيزي المرة دي جسم هانكوك اتأثر ونزف كمية دم رهيبة وانتقل للمستشفى عشان ينقذوا حياته. بتروح مرات ريلي هناك علشان تزوره وعيونها كلها دموع، وبتفهموا انهم كل ما يقربوا من بعض القوة اللي فيهم بتقل، ومع الوقت هيموتوا كلهم ويرجعوا للعالم بتاعهم اللي كانوا جايين منه. علشان كده كانت بتحاول تبعد عنه طول الفترة اللي فاتت وهو ما كانش عايز يفهم، وبتعرف ان الحادثة اللي حصلت معاه زمان أثرت بنسبة كبيرة على الذاكرة بتاعته وخليته مش فاكر أي حاجة، وبيكون خلاص فات الأوان والعصابة اللي عاملة مشاكل مع هانكوك هربوا من السجن ووصلوا للمستشفى عشان ينتقموا منه. ولكن لما بيضربوا عليه نار حبيبته بتاخد الطلقة مكانه. هي ما تستغربش يا عزيزي، هي من نفس عالم هانكوك وعارفة عنه كل حاجة، لكن المشكلة الوحيدة انهم كل ما يقربوا من بعض قوتهم بتضعف اكتر. بيحاول هانكوك يرجع القدرات الخارقة اللي عنده ويتعامل مع العصابة لكنه مش قادر، بصراحة الموضوع صعب قوي، وبينضرب عليه طلقات نارية في جسمه كله. حبيبته هي اللي كانت بتتأثر وكأن روحها مربوطة. بيقول للأسف هانكوك بيبقى مش عارف يتصرف، لكن في الوقت ده بيوصل ري علشان يساعدهم وبيشتبك مع المجرم اللي بيضرب عليهم نار وبيقطع له ايده وبيخلص عليه. هانكوك بيحاول ينط من المستشفى عشان مفيش وقت وبيطير لمكان بعيد، واول ما بيعمل كده حبيبته بيرجع لها النبض مره تانية وكأن هما الاتنين مكتوب عليهم ما يكونوش في مكان واحد ابدا مهما حصل. بتعدي سنين كتيره يا عزيزي على الكوارث اللي حصلت، وري بيتفهم انها ملهاش ذنب خالص في كل اللي حصل معاها، وان هانكوك هو كمان بريء. وبيبدأ ري يقرب اكتر من مراته ويثبت لها انه بيحبها جدا. وفي يوم من الايام وهما ماشيين في الشارع بتوصل لري مكالمة من هانكوك بيشكره فيها انه السبب كبير في التغيير اللي حصل في حياته، وبيكون موجود في مكان عالي جدا عند القمر وبيعرض شعار شركة ري عشان الناس كلها تشوفه ويعرفوا قد ايه هو بيحب الخير. وبس كده بينتهي فيلمنا.